لو عندكم النوع ده من الشوفان، الأوت السبراوتد اللي هو اللي يعني مزرعينه الأول وبعد كده بينشفوه وبيبيعوه، فده بيكون جاهز استعمله في اي حاجة، حتى لو حاجة مش هطبخها، مش هبيته في زبادي، مش هخمره بأي طريقة. هم اوريدي عملوا العملية دي بيفور وهو جاهز. الكلام ده ينطبق على القمح، ينطبق على الشعير، كل الحاجات دي موجودة اسمها سبراوتد، في بارلي سبراوتد ويت، كل دول بيبقوا حلوين قوي اعمل بيهم الحاجات اللي على البارد، اللي انا مش هطبخه فيها. اوكي، هنعمل بيها دلوقتي حاجة كويسة قوي. وكمان 1 كاب من جوز الهند المبشور، هطحنه كمان معاهم. بعد ما طحناه هحمصه كده تحميصة خفيفة على نار هادية كلهم مع بعض. أنا ده الزبيب مع تمر 2 كاب، يعني حسب بقى بتحبوا مين اكتر تزودوه، يعني فنجانين من الزبيب والتمر مغسول كويس ونشفته من المية كويس، واطحنه في نفس المطحنة اللي طحنت فيها. اطحنه نص طحنة يعني. شوفوا بقى، اي بروتين باودر عندكم باخد منه 1 سكوب، اللي هي المقدار اللي بيستعملوه فيه. اوكي، عاوزة ازود مثلا للشباب بقى محتاجين مور بروتين، احط لهم 2 3. اوكي، بقى فيها كده بروتين كتير قوي. اي نوع، الواي بروتين كمان حلو قوي يعني. ده البروتين باودر اللي هستعمله. ادي الشوفان اللي حمصناه خفيف مع جوز الهند. اوكي، هحط عليه البروتين باودر اللي انا عاوزاه. قرفة، قليل من الملح، مطحون التمر مع الزبيب، واي فليفر بقى انتوا بتحبوها يعني. ممكن تعملوها كل مرة بطعم مختلف، نكهة مختلفة. عجنهم بقى بالالمون باتر. اوكي، اللوز، زبدة اللوز، او البينات باتر اللي هي الفول السوداني، زبدة الفول السوداني اللي موجودة عندكم ونوعية كويسة اعملوه. حوالي معلقتين من العسل كبار عشان يزودوا الطعم الحلو شوية. نخلطهم بقى كويس قوي، نشوف هيطلعوا ازاي. لو حسيت ان هي شوية ناشفة ممكن ازود بقى زبدة اللوز، ممكن ازود البينات باتر اللي انا بعجن بيه، مش مشكلة لحد ما تديني حاجة متماسكة. شوفوا كده، احنا عايزينها تكون ستيكي كده ملزقة ببعضها. اوكي، نفردها بقى على حاجة وبعدين نقطعها. طبعا الولاد يكفيهم واحدة ريلي، هي قوية، هتشوفوا ازاي قوية وعلى حسب سن ولادكم. فانا هعمل لها كده. اشوف الف.
ادي شكلها النهائي. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو ده. اشوفكم في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله.